قدم نادي المريخ السوداني المدرب البلجيكي لوك إيمايل للجماهير على هامش مهرجان الاحتفال ببطولتي الدوري والكأس واستقبال اللاعبين استعدادا لانطلاق التحضيرات للموسم الجديد. الاحتفال شهد حضورا متواضعا للجمهور وجاء متزامنا مع توقعات بانتقال لاعب الفريق الشاب شرف شيبوب إلى الهلال. التفاصيل في تقرير سامر العمرابي. فتح نادي المريخ ملف الإعداد للموسم الجديد في ليلة احتفالية شهدها مساعد الرئيس السوداني ورئيس النادي بحضور المدرب البلجيكي لوك إيمايل الذي سيتم التعاقد معه لقيادة الفريق في الموسم القادم. سنحاول بذل أفضل ما بوسعنا لنحقق ما هو أفضل من الموسم الماضي، لكن ذلك لن يكون بالأمر السهل لأنه كما تعرف سيتعين علينا أن نواجه أولا ووريولز النيجيري ووفاق سطيف بطل نسخة 2014 من دوري أبطال أفريقيا. المهرجان لم يشهد حضورا جماهيريا كبيرا كما كان متوقعا له بسبب حالة الغضب إزاء التفريط في لاعب الفريق الصاعد شرف شيبوب الذي ينوي الانتقال إلى الغريم التقليدي الهلال، ولكن إدارة النادي قللت من تأثير ذلك. أعتقد أنه أثر إيجابا، الجماهير جاءت بصورة كويسة ونحن كنا متخوفين من الطقس البارد، لكن الحمد لله الجماهير جاءتنا بصورة كويسة، وأنا أعتقد أنه ما قام به اللاعب شيبوب أتى بإيجابية على الفريق وعلى اللاعبين وإصرارهم وعلى كذلك لجنة التسيير، وإن شاء الله تشاهدون فريق قوي إن شاء الله. الفقرة الرئيسية شهدت تقسيمة قصيرة بين لاعبي الفريق الأول والرديف بمشاركة غالبية اللاعبين على رأسهم الغاني الجديد كريم الحسن. سيدخل جميع اللاعبين في معسكر مغلق مع بعض الجلوس مع المدرب، وضع البرنامج. هنبتدي إن شاء الله في الخرطوم هنا في استادنا يوم الثلاث والأربع والخميس، وسنغادر إلى القاهرة. غناء وطرب في ليلة المهرجان بمشاركة نجوم الغناء، والجماهير تترقب المستقبل إداريا وفنيا بحذر. إذا المريخ يتغلب على الظروف والصعاب ويطلق صافرة الإعداد للموسم الجديد برغم حالة القلق الإعلامي والجماهيري على الأوضاع الإدارية والمالية في النادي. سامر العمرابي.